تعالَ أقول لك على 7 أنواع من المحتوى لازم تدمج ما بينهم وأنت بتنزّل أي حاجة على السوشيال ميديا. ركّز معايا في الجمل دي علشان أكيد سمعت واحدة منهم. أنا بانزّل بوستات كتير بس التفاعل ضعيف، المحتوى شكله حلو بس مش جايب نتايج. لو بتعمل محتوى تسويقي وقُلت الكام جملة دُولة لنفسك وحاسس إن في مشكلة، فخلّيني أقول لك بقى إن المشكلة الحقيقية مش في شطارتك، المشكلة في تركيبة المحتوى اللي أنت بتقدّمه. ما ينفعش ناكل بروتين بس مثلًا أو نشويات بس المنطقي إن الجمهور بتاعك بيحتاج وجبة متوازنة من المحتوى، محتوى تعليمي، قصة، محتوى تفاعلي، دعوة للشراء أو call to action. تعالَ بقى مع بعض كده نشوف ال7 أنواع اللي لازم أنت تخلط ما بينهم وأنت بتنزّل أي محتوى على السوشيال ميديا. 1 المحتوى التعليمي أو الvalue، وده اللي بيعرّف الناس إنك بتفهم في اللي أنت بتقوله. لازم تقدّم للناس أدوات أو خطوات عملية تعلّمهم tips وtricks. الهدف من ده إنك تبني authority عند الناس. 2 محتوى قصصي أو الstorytelling، ده اللي بيقرّبك للناس أكتر. ممكن تحكي تجربة أو درس أو لحظة غيّرت حياتك. المهم إن الهدف بتاعنا هنا هو بناء علاقة أو ثقة ما بينك وما بين الجمهور اللي بيتابعك. 3 محتوى تفاعلي أو engagement، ده اللي بيحسس الناس إنك سامعهم، وفيها أنت بتقدم إجابات للأسئلة أو استطلاعات أو بتتشاور معاهم إيه الصح وإيه الغلط. والهدف هنا هو رفع الألفة اللي ما بينك وما بين العملاء بتوعك. زائد إن إحنا عن طريق الكلام ده بنحسن الخوارزميات بتاعة السوشيال ميديا وبنخليها تشتغل لمصلحتنا. 4 في نوع من أنواع المحتوى اسمه محتوى إبداء الآراء الشخصية أو الopinion positioning، ده اللي بيوصّل آرائك ومعتقداتك والvalue الشخصية بتاعتك للناس. مثلًا وجهة نظرك في موضوع مثير للجدل أو trend، معتقد خاطئ عندهم، تصحيح فكرة. والهدف من نوع المحتوى ده إنك تجذب جمهور شبهك. 5 محتوى الإثبات أو ما يسمى بالsocial proofing، واللي فيه أنت بتعرض تجارب سابقة للعملاء السابقين بتوعك، وده بيوضح للناس إنك مش بتبالغ في أهمية الخدمات بتاعتك. مثلا هتتكلم عن قصص النجاح، تقييمات العملاء، أرقام أنت حققتها مع العملاء بتوعك، ويا ريت لو في كمان كواليس ونتائج للشغل بتاعك. والهدف من المحتوى ده إنك تبدأ تحول المتابعين بتوعك من مجرد متابعين لناس بتشتري المنتجات أو الخدمات اللي أنت بتقدمها. 6 المحتوى الدعائي الذكي أو ما يسمى بالسوفت بروموشن، ده اللي بيساعدك إنك تعرض منتجاتك وخدماتك من غير ما المتابعين بتوعك يحسوا إنك بتلح عليهم عشان يشتروا. مثلا هتعمل عروض على الكورسات بتاعتك، هتشرح تجربة لعملاء سابقين عندك مروا بيها، أو حتى تعمل لهم عرض مؤقت هينتهي في خلال مدة معينة. 7 المحتوى الشخصي الخفيف، اللي هو في الغالب بيبقى relatable أو behind the scenes، ده اللي بيأكد للناس إنك طبيعي وحقيقي معاهم. هتكلمهم عن الكواليس أو لحظة حقيقية أنت مريت بيها أو وجهة نظر ليك في موضوع من الموضوعات اللي بتثار اليومين دولت. والهدف هنا إن إحنا بنخلق حالة إنسانية وربط عاطفي ما بينك وما بين المتابعين بتوعك. وحسب دراسة من هاب سبوت بتقول الحسابات اللي بينزل فيها أنواع مختلفة من أنواع المحتوى بتحقق مستوى تفاعل أعلى بنسبة 63% من الحسابات التانية اللي هي بتعمل بس تكرار للمحتوى اللي هي بتنزله. قول لي كده بأمانة في الكومنتات، أنهي نوع من أنواع المحتوى اللي احنا شرحناها حاسس إن هي بعيدة عنك أو أنت ما جربتهاش قبل كده؟ السلام عليكم.